أهلا بكم. النهاردة المصادر اللي معانا بتودينا لاحتفال عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي. مناسبة لمت نجمات كتير ولفتت الانتباه، خصوصا مع ظهور الإعلامية بوسي شلبي. هنتكلم عن تفاصيل الاحتفال ده وإيه اللي هالة صدقي نفسها قالته عن السنة اللي فاتت، ونبص بصة سريعة كده على آخر أدوارها. والحقيقة اللي شد الانتباه هو التقابل ده، يعني بين أجواء الفرح والاحتفال وبين كلام هالة صدقي الشخصي قوي عن تحديات مرت بيها. ده بيدي للمناسبة بعد تاني غير الاحتفال العادي. فعلا الاحتفال كان يوم 1 يونيو، وزي ما شفنا في المصادر والصور اللي نشرتها بوسي شلبي نفسها، كان في صديقات مقربين زي إلهام شاهين، بشرى ونرمين الفقي كمان، والمخرجة إيناس الدغيدي. الأجواء كانت يعني باين إنها مرحة، رقص وغنى، وشفنا تورته عليها صورها وكده. ونقطة توثيق بوسي شلبي اللحظات دي ونشرها دي لوحدها كان ليها صدى خاص. يعني ده يعتبر أول ظهور واضح ليها بعد الجدل اللي حصل الفترة اللي فاتت، الجدل الخاص بتصريحاتها عن أولاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز والميراث وكده. السياق ده بيخلي وجودها في التجمع ده له أهمية زيادة شوية للمتابعين. والنقطة دي بتاعت توقيت الظهور، يعني الواحد يفكر فيها، هل ممكن نشوف الظهور ده كخطوة مدروسة عشان ترجع للساحة الإعلامية تاني، بس في مناسبة اجتماعية بعيد عن المشكلة نفسها؟ ده احتمال وارد جدا. هو غالبا المناسبات اللي زي دي بتكون مساحة لرسائل غير مباشرة أو عودة بالتدريج للشخصيات العامة بعد أي فترة ابتعاد أو جدل. بتبين إن العلاقات الاجتماعية والشغل مستمرة حتى لو في أي زوابع إعلامية حصلت. طيب، وبالنسبة لهالة صدقي نفسها، هي كمان استغلت عيد ميلادها عشان تشارك جانب شخصي مع الناس اللي بتتابعها. نشرت صورة قديمة ليها وهي صغيرة، وعلقت تعليق ظريف كده، وصفت نفسها بأعظم جوزائية ومتواضعة جدا. التعليق ده بيعكس روحها الفكاهية، تمام؟ بس الأهم كان كلامها الصريح عن السنة اللي فاتت. قالت إنها سنة كبيسة بس في نفس الوقت كلها فوايد. وأشارت إنها اتخلصت من ناس وصفتهم بإنهم أشرار جدا، وإن حقيقة ناس تانية انكشفت سواء للأسوأ أو حتى للأحسن بشكل هي ما توقعتوش. وقالت كمان إنها متفائلة باللي جاي، وطلبت من الناس تدعي لها، وقالت إنها هتشوف نتيجة الدعاء ده السنة الجاية. وكمان هنت زمايلها مواليد برج الجوزاء، ذكرت أسماء زي المخرج عمر عبد العزيز، وفاء عامر، رانيا فريد شوقي، سيمون، ونورة كمان. بصراحة القدرة دي على إنها تشارك التقلبات الشخصية بصراحة كده، وتتكلم عن علاقات انتهت وعلاقات تانية قوت، وإزاي حولت التجارب الصعبة لدروس، ده بيديها جانب إنساني قوي. ويمكن النوع ده من الصراحة هو اللي بيخلي الجمهور يحس بقرب أكتر منها في الزمن ده اللي كله أضواء وشهرة. وبعيد عن الجانب الشخصي، هي مهنياً كان ليها حضور كويس مؤخراً. دورها شادية في مسلسل إش إش اللي اتعرض في رمضان 2025. المسلسل بيحكي قصة راقصة اللي هي مي عمر، بتقابل ظروف صعبة وبتدخل في صراع مع شخصية ليها نفوذ، اللي هو مجد المصري. نعم، والمسلسل كان فيه أسماء تانية معروفة ساعدت في نجاحه. دور شادية ده كان إضافة حلوة لمشوارها لصدق الفني اللي هو أصلاً متنوع، بيوضح قدرتها إنها تعمل شخصيات مركبة. تمام، يبقى اللي بدأ كاحتفال بعيد ميلاد كشف لنا عن تقاطعات كتير ومثيرة للاهتمام، فرحة الأصدقاء، رجوع شخصية إعلامية للظهور تاني، وتأملات شخصية عميقة من صاحبة العيد الميلاد عن دروس الحياة الحلوة والمرة. بالظبط، المناسبة كانت زي شباك صغير كده بنبص منه على عالم متداخل. العلاقات الشخصية بتدخل مع الحضور الإعلامي، والاحتفالات ماشية جنب البوح الشخصي عن تحديات السنة اللي فاتت وصراعاتها. وفي الآخر نسيب للمستمعين فكرة كده يفكروا فيها، يا ترى اللمحات دي اللي بنشوفها من حياة المشاهير سواء في احتفالاتهم أو لحظات صراحتهم دي، لحد فين بتعكس صورة أكبر عن إزاي الإنسان بيتعامل مع تقلبات الحياة وضغوطاتها، حتى وهو تحت ميكروسكوب الشهرة؟ سؤال ممكن نفكر فيه.